منتخب قطر. رسلان ستيب على السايد، واو بيج باكيت جود جاب لرسلان. رسلان حاليا نقطة العاشرة بالجيم. منتخب قطر حاليا رمية الثلاثية الخامسة بنجاح. 5 3 بوينتس للمنتخب القطري من اصل 18. ما زال منتخب الجزائر عند 4 ثلاثيات من اصل 19. لو كنت مكان الكوتش علي بوزيان راح اتفرج على الارقام. صحيح المنتخب القطري لغايه الان كسبان وبشكل كبير ربحان هالمباراه، لكن لازم يتفرج على الارقام الثلاثيه. تشوف الان الكرات كلها ضايعه، وحاليا دبل للاعب الجزائري سيد علي بن زعيم. سيد حاليا عم بيسجل نقطتين جداد، 21 نقطه، لكن عم بيعمل الريباوند رقم 10. دبل للعيب الارتكاز سيد علي بن زعيم. بيج جيم لك اليوم، هو مان اوف ذا جيم، هو افضل لاعب في المباراه بالنسبه للمنتخب الجزائري او في المباراه. على الجانب القطري عبد الله ياسين عنده 17، ديان جانيك عنده 19. هذا ديان جانيك بيحاول يسجل نقطته 21 لكن ضاعت. 11 ريباوند لسيد علي بن زعيم. الكره عند شكيب الى سفيان، عنده هدوء مو طبيعي، المكان الصحيح تماما، صانع العاب على مستوى عالي، كنترول هائل، بول سكرين. شوفوا التمرير راح تاتي، عنده كل الحلول ليمرر ليخترق. شوفوا التمريره على الكورنر، كره على الثري بوينتس، واخيرا شكيب زدود بيسجل على الارك. 5 ثلاثيات المنتخب الجزائري بالجيم، وشكيب بيوصل ل 13 بوينتس في المباراه، 13 نقطه. بالنسبه لسفيان هي تمريرته الحاسمه الثالثه في المباراه، وبالنسبه لهاشم او عفوا عبد الله ياسين عم بيضيع. شكيب على الريباوند، شكيب كمان 13 نقطه، 6 ريباوند وتمريرتين حاسمتين. وسفيان كما ذكرت مشاهدي الكرام بيوصل ل7 تمريرات حاسمه في كل مباراه. بالنسبه لنذير اللي امامنا في كل جيم في هالبطوله عنده 3 تمريرات حاسمه، والمنتخب الجزائري بيتابع التسجيل 86 مقابل او 89 مقابل 63. بال 89 كانت بطوله عربيه كبيره للمنتخبات بالباسكتبول، انحسمت بالثواني الاخيره. اليوم احد الاصدقاء بذكرني فيها، لكن ما بيمنع انه بال 89 البطوله اقيمت في سوريا، ومصر المتوجه 13 مره باللقب فازت ذلك العام باللقب. 89 مقابل 63. واحد 41 ثانية على النهاية. هذا هو ألان عادل اللي عنده افرج 6 تمريرات حاسمة ونص بكل جيم، وحاليا في وقت مستقطع. ستيم بدي اذكر مشاهدي الكرام انه بعد هالمباراه هناك لقاء قوي جدا ومن عيار الثقيل. المنتخب الاماراتي والمنتخب التونسي. منتخب الامارات راح يقابل منتخب تونس بعد هذا اللقاء، وحاليا ثلاثيه عم تسجل للمنتخب القطري. المباراه تاتيكم بصوت الكابتن جعفر الفردان. ان شاء الله لقاء منتخبي الامارات ومنتخب تونس بعد هالجيم. هنا في بلوك رقم 11 بالجيم لاسامه عرفه. توصل من جديد، محاولات درايف على الباسكت لياسين. عبد الله ياسين، كره بتضيع، توصل عند الان. هذه اليوم الان
وصل الكره عند لؤي، بياخذ الكره كمان لؤي على 3 نقاط، ولؤي عم بينجح هذا 3 بوينتس. جود جوب يا لؤي. لؤي نقطته التاسعه في المباراه. شوف الروح الحلوه اللي عجبني بالمنتخب الجزائري، مو بس لاعبين كلهم نفس العمر تقريبا، ولا لاعبين عندهم ادوار دفاعيه رائعه، كمان لاعبين عم بيلعبوا بسبيريت حلو كثير، بروح حلو كثير، وبشجعوا بعض. عموما هالتشجيع هالامر وهالتفاهم وهالتجانس عم بيخليهم ينهوا المباراه 92 مقابل 66 مع اللحظات الاخيره للمباراه. بنقول مبروك للمنتخب الجزائري، بنقول حظ اوفر للمنتخب القطري. مشاهدينا الكرام بذكركم اذا لقاء المنتخبين الاماراتي والتونسي بعد المباراه بصوت الكابتن جعفر فردان. هاي فرحه لاعبي المنتخب الجزائري وجمهورهم اللي عم بيكون حاضر في مملكه البحرين. انا اشرف سماره بودعكم، بدي اتشكركم على المتابعه.